السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم من جديد، ويا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال يا رب. معانا النهاردة أغنية جميلة جدا. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم من جديد. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال يا رب. الشعب المغربي العظيم. معانا النهاردة أغنية جميلة جدا، فنانة أجنبية بتغني أغنية مغربية مكسرة بها شوارع أوروبا. ده بينقل لنا صورة جميلة جدا عن الفن وعن الموسيقى المغربية، إن الموسيقى المغربية واصلة العالمية، إن الموسيقى المغربية مكسرة مسارح الدنيا، إن الموسيقى المغربية فعلا العيون عليها، الناس بتسمعها في أي مكان، والناس بتتعلم منها. والمزيكا أو الموسيقى المغربية، يعني لو اتكلمنا عن الفنانين دول، فنانين كبار وعمالقة كبار، أغانيهم فعلا بتدرس لحد النهاردة. الفن المغربي الجميل، الفن المغربي العظيم، الموسيقى المغربية الجميلة العظيمة الرائدة. عشان أنا كده بعتبر دايما إن الفن المغربي يعني عمود من أعمدة الفن في العالم كله، مش في المغرب بس. وطبعا في أغاني كتيرة جدا مغربية محبوبة في الوطن العربي والعالم الأوروبي كمان. ولو اتكلمنا عن نجوم وفنانين وفنانات المغرب، محتاجين سنين وسنين وسنين عشان نوفي الناس دي حقوقهم. تعالوا نشوف موضوع النهارده ونرجع نكمل تاني. تعالوا نشوف. حاجة في منتهى الجمال والروعة، حاجة عظمة العظمة. الواحد بيبقى فرحان فعلا وبيبقى فخور إن الموسيقى العربية الجميلة دي واصلة لأوروبا ومكسرة أوروبا، والناس حابينها والناس مشغلينها في كل الحفلات وكل المناسبات بتاعتهم. ده فخر فعلا بجد للفنون العربية، مش بس الفن المغربي، لا ده كمان الفن في العالم العربي كله. أيوة فخر فعلا لما أغنية عربية أو موسيقى عربية توصل للعالمية. ده فعلا يعتبر ده فخر للفن العربي عموما. وهو ده الفن المغربي اللي دايما هو بيأثر في الثقافة الأخرى. يعني دايما الفن المغربي هو اللي بيأثر في الناس، بيأثر في الجمهور، مش هو مثلا اللي بيتأثر بالفنون التانية، مثلا بالفنون الأوروبية أو المزيكا الأوروبية أو كده. لا، ده احنا اللي بنصنع حاجة الأوروبيين هم اللي بيتأثروا بيها وبياخدوها مننا ويحتفلوا بيها ويغنوها في كل حفلاتهم وكل مناسباتهم. تعالوا نكمل ونرجع تاني.
So you're going to start in that. فعلا هتفضل المغرب أم الفنون، أم الفن. هتفضل دولة المغرب نبع الفن، مصدر الفن، مصدر الفنانين المطربين والمطربات. لو اتكلمنا على الفنانين دول، سواء مطرب، مطربة، ملحن، شاعر، جايبين عندهم عمالقة، عندهم فنانين فعلا عمالقة، عندهم فنانين كسروا الدنيا، دمروا الأرض بأصواتهم وأغانيهم الجميلة وألحانهم وأشعارهم الجميلة. الفن المغربي العظيم، ومسمعين في كل حتة، ومسمعين في الدنيا كلها، وحدث ولا حرج عن الفنانين والفنانات الكبار دول. إذا هنا لما الفن المغربي يكون ثقافة فعلا تتنقل لدول أوروبا، دي حاجة جميلة جدا، وحاجة بتدل إن الفن المغربي العيون عليه والسمع عليه. الناس دي بتعمل حاجة غريبة. الناس دي لما بتفتش ورانا كده، وراهم الناس دي لما بتفتش، ناس في أوروبا يفتشوا في الفن المغربي، بيستنتجوا حاجات كتيرة قوي. الناس دي بتعمل حاجة غريبة، الناس دي بتعمل حاجة جميلة، الناس دي فنانين بجد، الناس دي بيطلعوا روائع، الناس دي بتصدر علم نغم، الناس دي بتصدر يعني الجمال في الفن. وعندهم اغاني كتيره جدا مكسره الدنيا، مش بس الاغنيه دي، ومش كده وبس، كمان ده كمان بيأثروا في المطرب او المطربه الاجنبيه مثلا، ان هم كمان من كتر عشقهم وحبهم وتأثرهم بالموسيقى دي والمزيكا دي وبالاغنيه دي، ان هم يتعلموا كمان الدارجه المغربيه علشان يغنوها. وهنا لما يتعلموا الدارجه المغربيه علشان يغنوها، بيفتشوا وبيدخلوا جوه حواري بقى وحكايات وحواديت المغرب الجميله. يعني التأثر ده كمان هياخدهم لحته تانية كمان. هو ده اللي شفناه، وشفنا مطربات من امريكا حبوا الفن المغربي الجميل والموسيقى المغربيه الجميله، وغنوها بالدارجه المغربيه في كل دول اوروبا، وبيرفضوا في حفلاتهم كمان يغنوا باللهجه الامريكيه، وبيغنوا بالدارجه المغربيه. ومن كتر تأثرهم كمان، في مطربات من امريكا نزلوا المغرب واسلموا في المغرب من حبهم في جمال البلد وفي الفن العظيم ده. لما نزلوا يدوروا يتلاقوا حاجه تانية، يتلاقوا جمال تاني. عشان كده الناس دول في حته تانية وسابقين في حته تانية في كل حاجه. انا اتبسطت جدا 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 بحلقه النهارده، ارجو انتوا كمان تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا يا رب. وفي الختام، سلام.